السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلى على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة يا حبايبي صاحبتها مش حابة تقول على اسمها. قصة النهاردة صاحبتها بتشتكي من جوزها ومعاملته مع عياله وتفريقه في المعاملة مع عياله. صاحبة القصة بتقول ان هي معاها ولدين واربع بنات. ربنا يا رب يخليهم لك يا حبيبة قلبي ويبارك لك فيهم. صاحبة القصة بتقول إن على طول جوزها بيفرق في المعاملة ما بين ولاده الصبيان الولدين. دايما بيعامل الكبير كويس والصغير بيعامله، بتقول بيعامله كأنه هوا، كأنه ما هوش موجود. بيفرق ما بينه وبين أخوه في المعاملة. بتقول إن على طول مخلي ابن الكبير هو اللي معاه في كل حاجة. في الشغل هو ابن الكبير هو اللي معاه. لو راح اي مكان بياخده معاه، ما بياخدش غير الكبير معاه لو راح اي مكان. صاحبة القصة بتقول الفرق ما بيني وبين ولادي ما هوش كبير، بينهم وبين بعض سنة. يعني واحد عنده 23 سنة والتاني عنده 22 سنة. بتقول يعني الفرق ما بينهم وبين بعض ما هوش كبير ولا حاجة، عشان انه يعامل واحد افضل من واحد. بتقول على طول الكبير دوت معاه في اي مكان، لو راح يجيب اي حاجة، لو راح مكان الشغل، راح اي حاجة. هي بتقول ان هم ما شاء الله يعني شغلهم مع بعض، لو هو زي تجار او حاجة، يعني بيبيعوا ويشتروا والكلام ده، وعلى طول بياخد ابن الكبير معاه. صاحبة القصة بتقول ان ابنها التاني اللي هو اصغر من اخوه بسنة بيكون زعلان. بتقول حتى لو حب يروح معاهم ولا حاجة ما بيرضاش ياخده، وابوه يقوله اقعد يا فاشل. بتقول على طول بيقوله كده، اقعد يا فاشل، مش عايزك معايا. بتقوله ياخد اخوه الاكبر منه ويسيب الاخ الاصغر. بتقولي ابنها بيصعب عليه، اللي هو الابن الاصغر بيصعب عليه طبعا من كلام باباه، وطبعا من حقه انما يصعب عليه. بتقولي بزعل من كلام جوزي لابنه الصغير، وبقوله عامل الاتنين زي بعض، انت ما عندكش الا هما اتنين ولدين، عامل الولدين زي بعض. يقولي اللي هو ازاي يعني هعامل الكبير زي الصغير ازاي؟ بتقولي لما اقعد اقوله ده هو فرق سنة، سنة ما بين ده وبين ده. يقول لها ماشي، فرق ما بين سنة وما بين ده وبين ده، بس ده فاشل. بيقول كده على ابن الصغير. بتقول لما اقوله ما تقولش عليه فاشل، عشان الواد بيزعل لما تقوله كده. يقول لها تم يزعل وانا اعمل له ايه؟ بتقوله نبهته كذا مرة وقعدت اكلمه واقول له ما تفرقش، عشان العيال ما تكرهش بعضها، عشان العيال ما يزعلوش من بعض. انت كده بتزعل الولدين من بعض، بتزعل الاخوات من بعض، بتخلي الاخوات يشيلوا من بعض. ده ابنك الصغير ده لما يلاقيك بتعامل اخوه الكبير احسن منه، ما هو هيزعل، هيحط في نفسه. يقول لي طب واعمل له ايه؟ بتقول له الاقيه رد عليا رد صدمني. طب وانا اعمل له ايه ما يزعل؟ اللي هو مش همه يزعل او ما يزعلش، هو مش همه. بتقول لي بقيت مش عارفه اعمل ايه، مره اتكلم معاه بجد ومره اتكلم معاه بهزار ومره احايل ومره اشد. بتقول لي تعبت من كتر الكلام معاه. بتقول لي ابن الصغير بيكون متضايق
هو مش متضايق من أخوه لكن متضايق من أبوه وزعلان منه. بتقوله كذا مرة، ابني قال لي هو ليه بيعمل معايا كده؟ هو مش بيحبني ليه؟ طب أنا عملت له إيه عشان ما يحبنيش ويعاملني وحش؟ بتقولي بقيت أكلمه بقوله لأ يا حبيبي ما تقولش كده، هو باباك مش هيحبك ليه؟ هو ليه حد غيرك انت واخوك اخواتك البنات؟ ملهوش حد غيركم. بتقول الاقي ابني رد عليا وقال لي لا هو كده كده مش بيحبني اصلا، ده على طول ما بيقوليش الا يا فاشل، هو كده كده مش بيحبني. صاحبة القصة بتقول ابني نفسيته تعبت، وبصراحة انا خايفة للواد يكره ابوه ويكره اخوه، يكره ابوه من المعاملة بتاعته الوحشة معاه، ويكره اخوه علشان خاطر ابوه بيفضله عليه. بتقولي بقى تقعد اتكلم مع ابني الصغير واقول له معلش ما تزعلش، حقك عليا انا، هو ما يقصدش، هو بس تلاقيه كان متضايق، هو بس تلاقيه ما حاجة كانت مزعلاه عشان قالك كده او عشان بيقولك كده وبعدين عادي يعني. طب هو انت فاشل ليه؟ انت ما شاء الله عليك. يقول لها ما اعرفش، مال هو بيقول لي ليه كده؟ مال هو ليه على طول بيقول لي يا فاشل؟ هو ما بيقولوش غير يا فاشل. طب انا عمري ما سمحت قال لاخويا كده. صاحبة القصة بتقول ابنها بيرد عليها بيقول لها انا عمري ما سمعته بيقول لاخويا كده، يعني ما بيقولوش يا فاشل او بيزعله بكلمة. بتقول حتى لما ابني الكبير بيقعد يكلم اخوه، بتقول الاخ الصغير بيبقى زعلان، بيبقى مش حابب يكلم اخوه الكبير. بتقول الولاد كانوا بيبقى على طول مع بعض هزار وضحك وبيخرجوا وبيروحوا وبيجوا مع بعض. بتقول بس الحاجات اللي ابوه بيعملها عملت مسافة ما بين الولدين وبين بعض، خلت الولاد بعدوا عن بعض، عملت مسافة ما بينهم وبين بعضيهم. بتقول لما أخوه الكبير بيقعد يكلمه ولا حاجة مبيقدرش يرد عليه، حتى لما كانوا بيخرجوا مع بعض الأول. بتقول لو بيروحوا فرح مع بعض، بيروحوا عيد ميلاد مع بعض، بيقعدوا في أي حتة مع بعض. بتقول دلوقتي ابنه الصغير مبقاش يرضى يروح يقعد مع أخوه في أي حتة، حتى لما بيكلموا بطريقة مش كويسة. الأخ الأصغر بيكلم أخوه الكبير بطريقة مش كويسة. صاحبة القصة قلت لجوزي عامل الولدين زي بعض علشان ما تخليش الولاد واحد فيهم يكره التاني. قال لها هعمل له ايه؟ هو انا هحايله يعني ولا هعمل له ايه؟ بتقوله ما بيسمعليش، لو سمع لي مرة ما بيسمعليش المرة التانية، وعلى طول كل ما اكلمه بيسيبني ويمشي. صاحبة القصة بتقول انا مش عارفة اعمل ايه، انا تعبت من جوزي ومن عمايله وتصرفاته مع العيال، بالذات ابني الصغير. بتقول بالله عليك اعمل ايه؟ قوليلي الحل وقوليلي اتصرف ازاي. انا خايفة للولاد واحد فيهم يكره التاني، خايفة ابنه الصغير يكره ابني الكبير او يكره ابوه، ويبقى الاب السبب ان الولدين كرهوا بعض. وانا مش عارفة اعمل ايه. والله يا حبيبة قلبي اكيد طبعا الاب غلطان في اللي هو بيعمله، تصرفات الاب للأسف غلط. غلط في ايه؟ انت دلوقتي حضرتك بتقولي ان الولدين الفرق ما بينهم وبين بعض في السن هي سنة واحدة، يعني تقريبا كده زي ما انا فاكرة قلت لي حد في واحد تقريبا عنده 23 سنة والتاني عنده 22 سنة. ربنا يا رب يخليهم لك ويبارك لك فيهم وتفرحي بيهم، امين يا رب. انت بتقولي دلوقتي ان جوزك او ابوهم على طول مفرق ما بين العيال وبين بعضيها، مخلي الابن الأكبر على طول معاه في شغله وفي خروجاته وفي أي حتة بيروحها، والابن الأصغر مبعده عنه. بتقولي حتى لما بيتكلموا
وابنه يقول له انا جاي معاك ولا حاجة، الابن الاصغر يقول له انا جاي معاك، او في اي مكان، او رايح الشغل ولا الكلام ده، ما بيقولوش الا لا يا فاشل. طبعا الكلمة غلط، متنفعش ان هو يقول لابنه كده. ما ينفعش ان هو يعني يسم بدنه بكلمة زي دي، او يكسره، او يضايقه، او يحرق دمه، او الكلام ده. اكيد هو مش قصدها، بس حتى لو مش قصدها ما يقولهاش. ليه يقول لابنه فاشل، ولا يقول له اي كلمة تانية تضايقه؟ ما ينفعش ان احنا نضايق عيالنا باي كلمة ملهاش اي لازمة. ما نفرقش، ما نعملش تفرقة ما بين الكبير وبين الصغير. حتى لو كان الكبير دوت اكبر من الصغير بتلات اربع سنين، برضو ما نعملش كده، ما نفرقش ما بينهم وبين بعض. حتى لو كان الفرق في السن تلات اربع سنين ولا حاجة، ممكن نقول للابن الاصغر ما انت لسه بدري عليك، بكرة تتعلم، بكرة تشتغل، مستعجل على ايه؟ اللي هو الكلام ده، الكلام اللي هو يكبر الخاطر، مش اللي هو الابن يقول له يا بابا انا جاي معاك يقول له لا يا فاشل. ما ينفعش. ليه تقول له يا فاشل؟ هو فاشل في ايه؟ انت حتى لو هو فعلا فاشل، الله لا يقدر، ما تقولوش برضو الكلمة كده، ما تكسرش بخاطره، ما تسمش بدنه بالكلام. ما ينفعش. ده ابنك برضو، مش ابن حد تاني يعني. تاني حاجة، ما ينفعش ان حضرتك تفرق ما بين العيال وبين بعض. يعني قرب الولاد لبعضيهم، يعني هم حتى لو بعاد عن بعض انت حضرتك قربهم من بعض. لو حتى ابنك الكبير بيفهم في الشغل معاك ولا حاجة، ولا انت عايز تعرفه على شغلك، عايز تخليه يبقى معاك في اي حتة وفي شغلك في اي مكان انت تروحه، اعمل كده مع الصغير برضو. ما الصغير برضو ما بيفضلش صغير زي ما هو، يعني زي ما بيقولوا الصغير بيكبر. لكن ان انت تفرق ما بينهم وبين بعضهم ما ينفعش. زي ما خدت الكبير خد الصغير، يعني حتى راضيه كده، ولو في يوم قول له تعالى معايا، يعني انت راضيه، قول لي كده تعالى تعالى الشغل معايا، تعالى اتعلم، تعالى شوف اخوك بيعمل ايه، اعمل زيه. لو رحت مكان ولا حاجة خده معاك، زي ما بتاخد اخوك الكبير خده هو كمان معاك. بكرة الولاد تكبر وتبقى سند لبعض. انت المفروض تبقى فرحان بحاجة زي كده، تاخد ولادك معاك، عرفهم على شغلك، عرفهم على حياتك. خلي الولاد يقربوا من بعض، يتعاملوا مع بعض، يكبروا مع بعض. لكن ان انت تعامل حد كويس وحد وحش، وواحد تهينه والتاني تطبطب عليه، ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص. ده حضرتك ما ينفعش. لازم نعامل ولادنا زي بعضيهم، ما نعاملش حد كويس وحد مش كويس. العيل نفسيته طبعا بتتعب. وبعدين دول ولادك، يعني دول سندك، هما يعني ربنا يديلك يا رب الصحة، هما اللي هيشيلوك في شغلك، يشيلوك في حياتك. خلي الولدين يبقى طالعين مع بعض، ظهرهم في ظهر بعض، ايدهم في ايدين بعض، اذا كان في شغلك ولا اذا كان في اي حاجة تاني انت بتعملها او بتطلبها من ابنك الكبير. خلي الصغير يتعلم، يبص لاخوه يعمل زيه، علمه، يبقى واقف مع اخوه، يبقى الاتنين ظهر لبعضيهم، يبقى سند لبعض. لكن احنا نعامل واحد كويس والتاني نقول له يا فاشل، ونسم بدنه بالكلام، او نهزاه او نهينه، طبعا ما ينفعش. او نسيبه كده، نتركه كده، ما ولا كأن لها اي 30 لازمة. ما ينفعش، ما ينفعش. المفروض انت اللي تعمل كده من نفسك، الاب هو اللي يعمل كده، يقرب الولاد من بعض، يقربهم من شغله، مادام العيال ما شاء الله تبقى كويسة. ليه؟ ايه المانع ان احنا نخلي الولاد يقربوا من بعض؟ ايه المانع ان احنا زي ما خدنا واحد يشتغل ناخد التاني؟ لو مش فاهم يفهم، لو مش متعلم يتعلم، يتعلم الشغل ويشوف الدنيا ماشية ازاي. ولو غلط عادي، يغلط ويرجع يتعلم تاني، زي ما عمل الغلط يعمل الصح. لكن عشان احنا نعامل عيالنا واحد غير التاني، واحد نعامله باهتمام والتاني لأ، ما ينفعش.
نفسيته هتتعب. يعني أنا دلوقتي بكلم الأب، نفسية ابنك هتتعب. وممكن دلوقتي انت تعمل حاجز ما بينه وبين أخوه، وممكن دلوقتي انت بنفسك تعمل حاجز ما بينك وبين ابنك اللي انت مخليه بعيد عنك. مينفعش. قرب ولادك ليك زي ما قربت الكبير، قرب الصغير علشان خاطر ولادك ما يبعدوش عن بعض، ما يشيلوش من بعض، ما فيش حاجة فيهم تبقى من واحد للتاني حاجة مش كويسة. أو عشان ابنك برضو لما يكبر أكبر من كده، لما يبقى عنده 30 سنة ولا 35 سنة، ربنا يا رب يدوم الصحة وطولة العمر يا رب ويخليك ليهم، ما يجيش في يوم يلومك ويقولك انت كنت بتعامل اخويا كذا وانا بتعاملني كذا، انت كنت بتعامل اخويا كويس وانا بتقول لي يا فاشل. ما يجيش يقولك كلمة زي دي، ساعتها انت هتزعل من نفسك قوي عشان هو افتكر لك حاجة زي كده وقالها لك. خلي دايما في بالنا وفي حساباتنا ان مش هقول العيل بيشيل من ابوه عشان هما ما شاء الله مش عيال، هما ما شاء الله شباب ربنا يخليهم. ان الواحد بيشيل جواه، لو عملت معاه حاجة حلوة بيبقى فاكرها، وان عملت معاه حاجة وحشة بيبقى فاكرها. فانت حاول دايما تخلي ابنك او ولادك يفتكروا لك دايما الحلو، وما تعملش معاهم حاجة وحشة، وما تفرقش ما تفرقش ما تفرقش ما تفرقش ما بين عيالك وبين بعضهم في المعاملة. عامل ولادك الاتنين زي بعض عشان ما نرجعش نزعل ونرجع نندم ونقول واحد طلع حنين واحد طلع قاسي. ما هو اللي هيطلع قاسي ده يعني يا رب يا رب ما يجيب لهم حاجة وحشة. العيل اللي بيطلع قاسي ده على أهله، أو بيطلع قاسي على أبوه أو على أمه، بيطلع قاسي ليه؟ ما هو أكيد في حاجة بتحصل. يعني زي ما انت كده مثلا ما بتفرق ما بينه وبين أخوه، ما هو هيشيل جواه نفسيته هتتعب. فما ينفعش إن احنا نفرق ما بين ولادنا وبين بعض. نخلي دايما المعاملة زي بعضها، المعاملة واحد، عشان ما يحصلش كره، ما يحصلش زعل، ما يحصلش مشاكل نفسيته تتعب الكلام ده. لأ، نعامل ولادنا زي بعضيهم. وربنا يا رب يصلح حالك وحال ولادك وما يجيبش يا رب حاجة وحشة ليكم. وصلى على النبي حبايبي، عشان بصلي على النبي تطمئن قلوبنا. وما تنسونيش يا حبايبي باللايك وبالاشتراك عشان عيلتي الصغيرة تكبر بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.